السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ حسن صديقي. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم بريوات بالكاوكاو أو الفول السوداني. كيجيو رائعين، بنان، مذاق ولا أروع، معلكين من الداخل ومقرمشين على برا. تبعوا معايا المكونات. اولا على بركه الله غادي نحتاجو الكيلو كاوكاو بدون قشر، يعني بلا قشره. ممكن تشريوه عاد تقشروه، ممكن يعني تشروه بدون قشره. غادي نديرو في واحد اللاطه ديال الفرن، وغادي نحاول ندهنو كامل بالزيت باش نحمرو. صراحه هذه الطريقه اقتصاديه، وهذه هي الطريقه باش كيخدموا المحلات الكبار ديال الحلويات. كتوفر لنا الزيت، يعني احسن من اننا نقليوه، وصراحه كتعطي نفس النتيجه، يعني بحال الا مقلي بحال هاد الطريقه. غادي نشعل الفران على 250 درجه الفوق والتحت حتى يسخن. عاد غادي ندخلو، وديك الساعه غادي نرجع درجه الحراره يعني 180، غادي نهبطها شويه وغادي نبقى نقابلو بالتحراك على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. من بعد ما سخن لي الفران مزيان، رجعته درجه الحراره 180 الفوق والتحت ودخلته، وضروري كنبقى نحرك ونقلب فيه. دابا من بعد ما تحمر لي الكاوكاو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، صراحه كيجي رائع، احسن من اننا نقليوه في الزيت ونفس النتيجه. غادي نضيف عليه ربعة ديال الجنزلان اللي نقيتها غسلتها وحمرتها شي شويه. على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، وغادي نضيف عليه نصف زلافه ديال سنيده. ممكن ديروا قل بالنسبه اللي ما عندوش مع الحلاوه بزاف. انا درت نص زلافه. وغادي نطحن هاد المكونات مزيان. بالنسبه لي عندي القرفه ما مطحوناش، غادي نطحن واحد الكميه صغيره، يعني قياس معلقه صغيره. الا عندكم يعني القرفه مطحونه ديروا معلقه صغيره مع هاد المكونات ومزجوه. عاد غادي نضيفوا باقي المقادير. دابا من بعد ما طحنت الكاوكاو وسنيده يعني والجنزلان، درت لهم معلقه ديال القرفه، ودابا ضفت ليهم معلقه كبيره ديال المسكه الحره اللي مدقوقه مع شويه السكر، وصفار بيضه وحده. صراحه صفار بيضه هو اللي كيعطيها التعليكه. وعندي الزبده اللي دوبتها وخليتها تغلى واحد شويه حتى يتحيد من هذاك الماء ديالها. غادي ندير واحد 4 ديال المعالق كبار عامرين. وعندي ايضا ما زهر اللي غادي ندير فيه حتى هو واحد 2 معالق كبار. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. الا لقيتو العجينه يعني ما تعجنات لكمش، مازالها شويه قاصحه، زيدوا واحد شي شويه ديال ما زهر. غادي نعجنها على هاد الشكل هذا. صراحه انا كتبان ليا هي هذيك، ما غادي نزيد لا ما زهر ولا والو، حتى نعجنها. وغادي نشكلها على شكل كويرات على هاد الشكل هذا. كنبقى نشكل في الكاوكاو ديالي او الفول السوداني على شكل كويرات حتى نكملهم. دابا من بعد ما كملت الكويرات ديالي، ها نتوما كتشوفوا راني خدمت بعدا واحد شي شويه، يعني بعد هاد الورقه هذه منزليه. صراحه كتجي رائعه، الحجم ديالها متوسط. غادي نوريكم الطريقه كيفاش تخدموا بها. غادي نقطعها على 3 اشرطه، يعني شريطين كيكونوا بحال شكل نصف دائره على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا.
والشريط في الوسط يعني كنخدموا به عادي، ما كيوحلناش، واخا الورقه يعني حجم متوسط ولكن كتعطينا صراحه 3 ديال البريوات. غنقطعها على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، كتعطيني جوج ديال نصف دائره وواحد بحال شكل مستطيل. غنخدم معكم دابا واحد الوحيده باش تشوفوا الطريقه. ضروري كيكون حدايا المقص، وكندير واحد الزليفه فيها الدقيق والماء باش غادي نلصقو. وغادي نهز واحد الكويره وحده نحطها على هذا الشكل، وغادي نحاول نشكلها على شكل مثلث، يعني باش تمشي لي هذيك الكاوكاو يكون لي عامري القنيتات، يعني ما يكونش القنيتات خاويين. حاولي بشويه بشويه، وغادي نطويها على هذا الشكل هذا. دائما كنبقى نبرك على القنيتات باش ما يجيوش فارغين، يعني يجيو خاويين. وكيبقى لي داك الزائد غادي نقطعوه بالمقص على هذا الشكل هذا. بالنسبه للحجم ديالهم صراحه انا ما كيعجبونيش كبار، هذا الشكل هذا كيجي رائع حسن. وكنسدهم كنستمر على هذه الطريقه هذه. دابا غادي نخدم معكم وحده اللي على شكل نصف دائره باش تشوفوا كيفاش كان الطريقه باش كنخدم، ما كنقطعها ما والو، ما كنضيعهاش يعني. غادي نهز واحد الوحيده، هانتوما كما كتشوفوا هذا الشكل ديالها على شكل نصف دائره، ولكن غادي نخدم بها هكذا. غادي نحاول نطوي داك الجانب على هذا الشكل هذا، وكيرجع ليا بحال الشكل الاول نصف دائره. ما كنضيعش الورقه، يعني ما كنضيعها ما والو، وكنستمر على هذيك الطريقه حتى كنكمل كلشي ان شاء الله وندوزو باش نقليو. دابا من بعد ما ساليت كلشي درت الطاوه تسخن فيها الزيت، راني قليت انا صراحه واحد الكميه على هذا الشكل هذا. حاولوا الزيت ما تكونش مجهده باش ما تخطف لكمش اللون، يعني تكون درجه الحراره متوسطه ديال الزيت باش تقلى على الخاطر. ونصفيها ونوضعها مباشره في العسل على هذا الشكل هذا. وكنديرها في واحد الكسكاس باش تسقطر، وكندري عليها واحد شويه ديال الجنزلان. والبريوات ديالي هذا هو الشكل النهائي ديالهم، صراحه كيجيو رائعين معلكين من الداخل ومقرمشين على برا. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده.